فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. حسن حمود محاصر من رسلان، رائعة وجميلة تبادل الكرات الآن، وأحمد الهداف، يعيدها بتمريرة جميلة، ركلة جزاء طالت عليه ومرت، ولكن من سوء حظ خلدون إبراهيم. هل إنها لمست بيده، وبالتالي قرار حكم المباراة جاء بركلة جزاء. الآن علي كاظم تحت هذا الاختبار، وكرة وركلة جزاء. ركلة جزاء في الدقيقة 44. ناصر محمدو اليمني يتقدم، وفي المرمى جول لنفط ميسان. اليمني يذيق الكابتن رزاق فرحان طعم العسل اليمني. ناصر محمدو في المرمى يعلن عن تسجيل الهدف الأول لفريق نفط ميسان قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. ويا له من توقيت قاسم تماما على فريق نفط الوسط. هكذا إذن هو الديربي النفطي. الآن في آخر اللحظات اهتزت شباك الحارس علي كاظم، وناصر محمدو يسجل أول أهدافه مع فريق نفط ميسان في منافسات الموسم الحالي. لعب الكرة بشكل رائع، حارس المرمى حاول ولكنها مركونة بالشكل المطلوب، وبالتالي يعلن عن نور صبري حارس مرمى المنتخب الوطني. بالتالي اليوم الحارس الأساسي هو علي عبد الكريم، سبق أن مثل زاخو والكرخ، وهو أيضا من محافظة كركو. كرة من جهة اليمين لفريق نادي نفط ميسان، كرة خطيرة، فرصة جول مبكر لنفط ميسان في الدقيقة الرابعة. نفط ميسان يسجل إذن في هذه المباراة هدف التقدم لنفط ميسان في الدقيقة الرابعة، وإذن هدف التقدم الأول في مباراة اليوم. وهنا فرحة رزاق فرحان بهدف التقدم الأول في مباراة اليوم. ناصر محمدو اللاعب القادم من البلاد السعيدة، من اليمن السعيدة. كرة في الأمام، وين الدفاع، وين التغطية، والهدف الأول محمدو القادم من بلاد علي النونو يضع نفط ميسان مملكة ميشان وناصر محمدي ليث يردها ليث، يسجل ناصر الهدف الأول لمصلحة نادي نفط ميسان. سجل الهدف الأول على نادي الديوانية في الدقيقة 15 من المباراة. ناصر محمدي سجل الهدف الأول لمصلحة نادي. الثالث، التعديل، جول ميسان يعدلون عن طريق اليماني. الله، من بلاد اليمن جاء ليسجل، من بلاد اليمن جاء ليسجل هدف التعديل. جول لناصر محمدو يسجل في دورينا الهدف الثالث له في دورينا. ناصر محمدو سجل في الشرطة، والآن سجل في مرمى أربيل. كرة استقبل، وين التغطية، وين التنظيم الدفاعي، واستقبلها بشكل جميل. الحارس في اللقطة الأخيرة حاول معها، مرت وسجل الثالث. نفط ميسان الدقيقة 43، هدف في هذا التوقيت. يعيد الفريق، جول لليمني. هذا هو العسل اليمني الخالص، إنه ناصر محمدو من جديد. كلمة السر الوقت الأصلي للشوط المباراة الأول. تمكن فرسان المملكة من تعديل الكفة. لاحظ التمريرة، استقبلها مهند وانتظر ولعب كرة اصطدت، تهيأت بشكل جميل وبمهارة، وهو
ملقى على أرضية الميدان، تمكن من تحويلها إلى داخل الشباك. إذا ناصر محمدو يسجل هذا الهدف وهو هدف الخامس في منافسات الدوري. سجل في مرمى نفط الوسط وفي مرمى الشرطة وفي مرمى الديوانية وفي مرمى أربيل، والآن فريق الطلبة ينضم إلى سلسلة الفرق التي تمكن. مشاهدينا متابعي قناة أهداف هذه الجولة، نفط ميسان والصناعات الكهربائية على اعتبار المباراة تقام على ملعب ميسان الدولي. خطأ لمصلحة فريق نفط ميسان. ناصر محمد العرضية خطرة، الله الله الله، جول ناصر محمدو. ولكل مجتهد نصيب، ونصيب ناصر محمدو هدف ثاني لمصلحة فريق نفط ميسان، هدف ثاني من خطأ لعب بالمباشر إلى مرمى فريق الصناعات الكهربائية، وأيضا بخطأ دفاعي وبتمركز